يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. علشان ترتبي مصروفك كل شهر، انزلي أول الشهر وانزلي قبل الشهر ما يخلص كمان ب10 أيام. بمعنى إن احنا هننزل مرتين في الشهر. أول الشهر هنجيب كل الحاجات اللي ناقصانا، وما نسيبش حاجات ناقصانا خالص، بس يا ريت تكون بكميات بسيطة. وعلشان كمان يتبقى معانا فلوس علشان ننزل بيها آخر الشهر، وعلشان ما نعرفش الطوارئ ولا الحياة فيها ايه. قبل الشهر ما يخلص ب10 أيام هنزل أجيب أي حاجة كانت ناقصاني، فبالتالي هيجي الشهر إن شاء الله بعد 10 أيام مش هتعب زي الشهر اللي قبله، وهكذا كل شهر. وطبعا بترتبي أمورك زي ما انت عايز. ودي الصغنن هنا قاعد بيساعدني. جبت الحاجات اللي كانت ناقصاني، والنهاردة فعلا فاضل 10 أيام على الشهر الجديد. جايبة الحاجات اللي هي حاسة إن أول الشهر هتكون كتير عليا. طبعا المبلغ بتاعه حاولت إن أنا أوفره من أول الشهر لحد النهاردة، وقلت إن أنا أجيب لهم حاجات كمان يفطروا بيها. يمكن اللي يشوفها يقول ايه الحاجات البسيطة، لكن الحاجات طبعا كانت غالية وما كانتش بسيطة اصلا. علشان كمان اقدر ان انا اول الشهر انزل اجيب بقى اللحوم واجيب الخضار واجيب بقية الحاجات اللي كانت ناقصاني. وطبعا هنا عندنا حاجات عمرها ما بتخلص في شهر، زي ازازة الزيت مثلا. وفي حاجات كتير في حياتنا ما بنجيبهاش كل شهر، في حاجات بنجيبها كل شهرين، او حسب ما انت جايبة كمان الكمية. فانا بجيب الكمية الكبيرة دي مرة تقعد معايا شهرين، بدل ما كل شهر انزل وادور عليها. وطبعا جبتلي مكملات الحجاب. ادي الحاجات دي ببقية الفلوس اللي كانت معايا، والحاجات دي طبعا كانت ناقصاني. دي مكملات حجاب، دي مكملات الحجاب. وطبعا معاهم فستان صغنن كده حبيت ان انا اشتريه لنفسي. طبعا ما تقوليش بقى ان الميزانية مش مسامحة، كل واحدة بترتب امورها زي ما هي عايزة، وما تقليش على حد، علشان كلنا في دايرة واحدة. حسب ميزانيتك بترتبي امورك، وشوف انت نفسك في ايه هاتي برضو ليكي. ما انت من حقك تدلعي نفسك، وحاولي ما تدلعيش نفسك بالاكل. دلعي نفسك بفسحة، بخروجة، بفستان، او حتى الاكل. لا بس ما يكونش الاكل هو الاساس في حياتك. يعني كفايه بسكوتايه ولا شوكولاتايه ولا وجبه صغيره كده تجيبيها لنفسك، لكن حاولي ما تخليش المكافاه بتاعتك حتى ليكي لنفسك كده هي الاكل. وعلى فكرة المحل ده اشتريت قطعة وعليها قطعة هدية. المحل ده لبس محجبات فعلا، الحاجات فيه طويلة وواسعة، ومش موجودة الموديلات بتاعتها في أي محل نهائي. بس أنا حبيت كمان أشتري من عندهم مكملات الحجاب. عندهم البيزك أخدت عليه بيزك هدية، والبنطلون اللي هو تحت العباية عليه بنطلون هدية، وجبت كمان عباية حلوة وواسعة. والمحل ده اسمه معروف ومشهور لو انت حابة تجيبي حاجات للمحجبات. وفعلا صحيح جبت اكتر من قطعة، بس هي كانت الاسعار فعلا رخيصة، وكان قطعة عليها قطعة. واحنا كمان اخر السيزون، فالاسعار فعلا كانت اول السنة انا فاكرة ان كان السعر هو، بس دلوقتي القطعة عليها قطعة تانية. والمحل ده مشهور لو انت حابة حاجات المحجبات الواسعة والطويلة، روحي. وياريت توفري بس قرشين صغيرين كده من مصروفك، علشان ما تضغطيش على حد، وفرحي نفسك. لان الحاجات دي هي اللي بتخليكي تكملي الحياة اللي احنا عايشينها. مع صعوبات الحياة، مع العيال، مع البيت، انت محتاجة ان انت تغيري جو، محتاجة ان انت تفرحي نفسك. ويا رب دايما سعيدة ومتهنية، وتجيبي اللي نفسك فيه. هو صحيح عرفت ارتب اموري، بس يا ريت كل واحدة فينا فعلا ترتب امورها على حسب الحياة اللي هي عايشاها. ومفيش حد هيقدر يقولك تعملي ايه ولا تجيبي ايه. اللي نفسك فيه اعمليه، بس كل حاجة تكون بالعقل وبالترتيب. وعلى فكرة انا اتبقى معايا كمان فلوس، والفلوس دي طبعا تنفع لأول الشهر، ومفيش حد في الدنيا هيرتب امورك الا انتي. ويا رب يجعل يومك كله هنا وسعادة.